عليكم البنات. اليوم نقدم لكم طريقة عمل الشخشوخة تاع الضفر. بالنسبة لهذا الشخشوخة تاع الضفر يعني يستعملوها ناس الشرق، قسنطينة وضواحيها يستعملوها بزاف. عندنا السميد، لازم يكون سميد مليح وفيه العلك، وعندنا الملح فقط والماء. هادو هما المقادير. السميد يكون مليح من النوع الممتاز ويكون فيه العلك باش الشخشوخه تجي مليحه وما تعجن لكمش كيما كيتجمروها. هنا بالنسبه للسميد تحطي المقدار اللي تحبيه نتيا. بالنسبه لهذه الشخشوخه تاع الضفر يعني عندنا يعني الجزائر معروفه بالمعجنات بزاف، وهذا نوع من انواع المعجنات. اللي عندها البيترا دير البيترا. نلم العجينه ونرجع لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كما تشوفوا راني لميتها ودركا نعجنوها. طريقه تاع العجن لازم تعجنوها وتقطعوا، هذه الطريقه. وتكون العجينه ما تكونش طريه بزاف باش تسهل عليكم كي من بعد تقرفصوها. لازم تكون العجينه حاكمه روحها، تعجنوها مليح حتى تعود تطرشق. اللي عندها البيترا تجيها سهله. هذه الطريقه تاع العجن. المهم انا نكمل نعجنها ومن بعد نرجع لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ودركا هذه يعني كملتها. بالنسبه للعجين قسمتها على زوج باش تعجن مليح. ها لازم تسمعوا هذا الصوت. ها هذا لازم العجينه تعود تطرشق. هنا يعني العجينه راهي واجده. ها شوفوا كيفاش، شوفوا هذه مش معجونه، وشوفوا هذه. لازم البنات هنا في المرحله هذه باش تنجح لكم الشخشوخه لازم تتعجن مليح حتى يخرج العلك تاعها. علاه باش من بعد كي نجمروها في لاصو الصحه ما تعجن لناش، لانها اذا تعجنت ما تجيش مليح. لازم تجي كل حبه وحدها. شوفوا شتو النبوله. هنا العجينه راهي واجده. ها نكمل نعجن هذه حوالي 5 دقائق هكاك عجنتها تيا والشطاره تاعك. نكمل هذه ونرجع لكم كيفاش نلوزوها. دركا راني كملتها. هاي معجونه. انا نسيت ما قلتلكمش البنات لازم تغطيوها بالبلاستيك باش ما دير لكمش القشره. لازم تغطيوها بالبلاستيك. نخليهم يرتاحوا شويه من بعد نشكلوهم نديرهم قريصات صغار ونكملوا الوصفه تاعنا. ودركا نبدا نقرقبها. نبدا بهذه الاولى اللي عجنتها. شوفوا البنات هذاك لازم تختاروا الدقيق اللي يكون يشرب باش العجينه
نصطلق لكمش، نتمنى تكونوا فهمتوني. لازم يكون يشرب باش من بعد ما كي تقرصوها تجيكم سهله. ديروهم صغار على حسب الطاجين تاعك. الطاجين تاعي صغير، انتي والحجم الطاجين تاعك. الا عاد الطاجين اللي حطيبي فيه، كل واحد كيفاش يسميه، حنا نسميوه طاجين اللي نطيبوه فيه صغير، لازمني نديرهم صغار. الا عاد عندك كبير كبريهم شويه. هكا نلوزهم. هكا نلوزهم كامل ونحطهم. لازم ديما تخدموا بالبلاستيك باش نديرلكمش القشره مع السخانه، العجينه تنشف. ولهذا لازم غادي نقص فيها شويه. بالنسبه للمعجنات، يعني احنا الجزائر معروفه بزاف المعجنات، وكل منطقه عندها يعني سبحان الله كل منطقه عندها طبق تاعها تاع المعجنات. مثلا كيما قسنطينه وضواحيها الشرق عندنا هذه شخشوخه تاع الظفر، وعندنا تريده تاع الموس، عندنا الشواط، كاينه ركبه الشيخ، كل واحد كيف يسميها. عندنا التريد الرشته بالنسبه للرشته يديروها الناس الشرق، ويديروها ثاني تاع الجي العاصمه معروفين بها. عندنا اطباق معجنات يعني بزاف. وما نساوش النعمه او الكسكس، او كل واحد كيف يسميه، بربوشه. احنا ناس الشرق تقريبا نسميوه، كاين اللي يقول بربوشه، كاين اللي يسميه حتى هو النعمه. المهم نكمل كل الكميه ونرجع لكم. وكما راكم تشوفوا كملتها كامله. درك نخليها ترتاح ومن بعد نكملوا الوصفه تاعنا نحلوها. ودوكا البنات راني رجعت لكم باش نقرصوها. هنا البنات العاد تلصق لكم، تقدروا ديروا شويه تاع نشا، ولكن ما تكثروش نشا بزاف. تحلوها لازم تكون رقيقه بزاف باش تجينا الشخشوخه خفيفه. كاين بعض المناطق يخليوها خشينه، ولكن كي تاكلوها تجيكم يعني ثقيله على الاستوماك. احنا الطريقه اللي نستعملوها هي ان لازم تجي رقيقه بزاف، تجي مريشه كما نقولوا حنا كي نشقشقوها تكون مريشه خفيفه. هنا الشكل ما يهمش، يعني ماشي شرط ديروها مدوره، المهم تتقرص. انا راني قرصتهم كامل ومن بعد نبدا نطيب. واللي يعود عنده في الدار يعني اللي معاونو تقدر وحده تقرص ووحده تطيب مباشره، ولكن انا وحدي. ها نعطي لكم قرصتها. شوفوا لازم تكون رقيقه، هذا هو السمك. ها تقدروا يعني هذا يبان تقريبا. ها قرصتها كامل، حطيتها فوق بعضها، ودركا نبدا نطيب. الطريقه تاع الطياب تاعها ثاني لازم تشوفوها لانها مهمه بزاف.
وهنا البنات هذا هو الطاجين اللي نطيبها انا فيه. النار لازم تكون قليله. هنا نحطوها طيب، غير تنشف لنا نعاودو نقلبوها. النار كما قلت لكم تكون متوسطه. انا بالنسبه للطريقه تاعي هذه هي نطيبها في الطاجين هذا تاع نعم. ها شفتوا فيها البنات مباشره نقلبوها. علاه؟ باش ما دير لناش هذوك الفقاعات، لان كيدير لك هذيك الفقاعات من بعد كي نشخشخوها تجيكم فيها بزاف الدقداق. ها مباشره. هذه الشخشوقه تاعنا كما كتشوفوها. نحطوها مباشره في نغطيوها. نزيد نحط لكم واحده اخرى باش تعرفوا مليح طريقه تاع الطياب تاعها. هذه هي. من بعد نعطيكم كيفاش نشخشخوها. مباشره غير تنشف نقلبوها. نبقاو نقلبو باش ما تنفخش. هذه المهم نكمل كل الكميه ونرجع لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. بعد نعطيكم الطريقه كيفاش نشخشخوها بطفالنا. بالنسبه للشخشوخه البنات كملتها كامل في الطياب. هذه هي الكميه اللي عطاتني. هذه هي. دوكا نخليوها حتى تبرد تماما. لازم تبرد تماما باش نحطوها في لي ساشي، لان كنت تحطوها وهي سخونه من بعد دير الفابور وهذا البلاستيك يطلق لكم الماء وتسرد العجينه. ولهذا لازم تبرد تماما. انا هنا راهي بارده، يعني نقدر نهزها نورمال بارده. نحطوها في البلاستيك. وهنايا بالنسبه يعني للتشخشيخ مثلا كيما انا يعني شخشخ وحدي، هذه الكميه ما نقدرش نكملها فرد نهار، يعني ما نقدرش. على الاقل كل يوم نجبد 5 6 نشخشخهم. ولهذا واش ندير، ولهذا البنات مثلا ندير كل ساشي فيها 6 حبات هكا ونحطهم في الكونجيلاتور، نكونجليهم نحطهم في الكونجيلاتور. وكل يوم نجبد ساشي كي من هكا نشخشخها ونحطها تشيح. هذه هي الطريقه. هي من الاحسن البنات تحكموا تعجنوها وتخبزوها، ديروا كميه كبيره وتكونجليوها، ومن بعد غير تبقاو تشخشخوا حتى انت ديروا الكميه اللي نتوما محتاجينها. هذه هي. دوكا نعطيكم الطريقه كيفاش نشخشخوها. وهنا هذه هي الطريقه تاع التشخشيخ بالضفارك. هنا البنات اول حاجه نديروها نغسلوا يدينا، والضفارك لازم يكونوا نضاف ونبداو نشخشخوا كما راك تشوفي هكا. نقطعوها. هذه هي هكا. لازم تجي احنا نقولوا لها مريشه، يعني معناتها خفيفه كي الريشه.
وكاين بعض المناطق يديروها خشينه، يقرصوها خشينه، ولكن انا هذه هي الشخشوخه اللي تربيت عليها. تجي نقولوا لها شخشوخه مريشه، تجي خفيفه، يعني تقدري تاكلي منها كميه كبيره وما تشبعيش. هذه هي. ونخليوها تنشف، نفرشوا لها ازار يكون نظيف، ونحطوها تيبس كيما نفرش لها هنا فوق الطابله، ويومين 3 ايام تنشف لك. كي تكون سخانه مع دوك الصيف تنشف لك. كي تنشف لك تصيريها وتخبيها، ديريها في باطا وتخبيها الوقت اللي تحتاجيها تجبديها. والا تقدري وهي هكا تخشخيها وتكونجليها. الا عندك كونجيلاتور مليحه تكونجليها الوقت اللي تحقي تجبديها عادي. هذه هي شخشوخ الظفر. وهنا راهي عندي واجده، راهي يابسه ناشفه كيما راكم تشوفوا فيها. هذه هي. انا فقط نشخشخ لاني وحدي نشخشخ بالكميه صغيره ونيبسها ونلمها، ومن بعد كنصيرها ونخبيها الوقت اللي نحتاجو نجبدوها. يعني هذه نديروها عام كامل، يعني نديروها دائما، لان معروفين الناس الشرق نحبوا الشخشوخه بزاف في الافراح، في المناسبات، بدون افراح مثلا كيما دوك العيد الناس بزاف تحضرها. هذه من تحضيرات العيد الاضحى، لان يكون اللحم وهي تجيب اللحم تجيب بالنار لا توصف. المهم نتمنى انكم تجربوها، وهي سهله يا البنات، ما تخافوش منها. فقط الوقت اللي تديه فقط في التقشيخ، يعني كل ما تقعدي جبدي شخشخي، يعني ما تخافوش منها، حاجه سهله. بالنسبه لطريقه الطياب تاعها بلا صوص وباللحم راهي عندي في القناه، يعني الفيديو مدايرته فيديو كامل راهو في القناه، تقدروا تشوفوا الطريقه كيفاش نفوروها، كيفاش المهم نطيبوها نجمروها في لاصوص كامل. المهم نتمنى انكم تجربوها، ومع السلامه الى وصفه اخرى.